السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم أعزائي بقناة شيف أبو همام. كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك علينا وعليكم. حلقتنا اليوم حتحكي عن أكلة شامية كتير طيبة ولذيذة اللي هي متواجدة بكل بيت سوري خلال شهر رمضان، اللي هي الناعم. تفضلوا معنا إخواتي على أول طريقة مشان نحكي عن المكونات والمقادير. تفضلوا معي إخواتي. مكونات هون معنا إخواتي: كاسة طحين بتاخد كاسة ونص مي. معنا هون عسل أسود بس مشان تصير الأكلة حلوة ونزين فيه، وإذا كان متوفر عندكم دبس العنب بيكون أفضل وأحسن وأطيب. تفضلوا معي إخواتي على تاني طريقة شلون بدنا نحطهم بالخلاط ونجهز معنا العجينة. تفضلوا معي إخواتي. نحطهم بالخلاط ونضرب العجينة. بسم الله. أول شي نضيفوا المي اللي حكينا عنهم كاسة ونص. هلا بعدين نضيف الطحين اللي هو رديء بالمصري. بسم الله. اخواتي بعد ما حمينا المقلاية نجيب حوالي نص كبجاية للعجينة. حركوها هيك على اطراف المقلاية تطلع كلياتها نفس السماكة مشان تستوي كلياتها سوا. هلا بنحطها على الغاز تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص، ولحالها لا كل ما تستوي بتقفع من على جنب، هي لحتى تبس يعني تقفع لحالها من على جنب إخواتي. هلا إخواتي بنشوف هلا إذا استويت. شايفين إخواتي طلعت معنا هلا بهالشكل، وهلا بنكملهم كلياتهم على نفس هالطريقة. بسم الله. مثل ما حكينا أول شي أهم شي تكون المقلاية حامية. هلا بنكملهم كلياتهم نفس هالطريقة. شوفوا معي إخواتي، وهي هلا سويناهم بالمقلاية وخلصنا وحطيناهم على البشكير ناشف. هلا بنتركهم يوم أو يومين تحت المروحة أو بالهواء بس منشان تبس، بعد ما تبس بنقليهم بالمقلاية كلياتهم. تابعوا معي إخواتي الطريقة الجاية. اخواتي طلعوا معنا بهالشكل، وهلا بدنا نقليهم بالزيت. اهم شي يكون معكم كسكيرين بس مشان تعرفوا تتحكموا فيها. شوفوا اخواتي شلون تنفش هي بالزيت حالها بتكبر. وهي كمان بتطلع مع حجمها على هوا المقلاية التيفال اللي عندكم يلي شغالين فيها. بصفوها من الزيت شوي. هلا بنحطهم على جنب. هلا بنجيب وحدة تانية اخواتي. تابعوا معنا. اول ما تحطوها دغري خليكم عم تفتلوا. شايفين اخواتي شلون نفشت معنا؟ اجباركم تضلوا عم تفتلوها بس مشان ما تكش معكم. هيا لا خالصة. اما اذا حطيتوها من غير ما تفتلوها ولا شي بتطلع معكم كتير كتير صغيرة. هيا لا اخواتي اخر وحدة. شوفوا هاي اخواتي قديش صغيرة. شوفوا هلا بدنا نحطها بالزيت. شايفين معنا شلون هلا كبرت؟ يعني كتير كتير سهلة هاي الاكلة، مشهورة برمضان يعني. وكلياتهم كملوهم بهالطريقة.
هلا بنفرجيكم شلون بدها تطلع معنا الناعم بعد ما نزينها. هلا اخواتي بعد ما قليناهم طلعوا معنا بالشكل. هلا بدي رش عليهم عسل اسود. اخواتي بتحبوها حلوة زودوا عليها العسل، بتحبوها خفيفة حلو لا تزودوا عليها، كل واحد على هوا شلون بيحبها. شايفين اخواتي ما احلاها؟ هي هيك بنكون اليوم خلصنا حلقتنا وان شاء الله تكون تعجبكم. وانا بشكر فريق كادر العمل اللي معي على الافكار والمقترحات اللي بتطلع معه، وبشكر كل اصدقائي اللي عم يتابعني وتشجعني مشان نكمل على هالقناه. وباي باي اصدقائي، بنشوفكم بالحلقه القادمه وان شاء الله برمضان حتكون كتير في افكار جديده واكلات حتعجبكم. السلام عليكم. واو على فكرة كتير كتير حلو. عاد بدي اهجم على اليمين امامي.